السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أتم صحة وحال. يا رب يجعل يومكم رضا وسرور ومليان بالدعوات المستجابة. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الأكل والشرب المسموحين بعد عملية نقل الأجنة والحاجات الممنوعة. برضو بعد عملية نقل الأجنة في حاجة أنا نسيت أتكلم فيها في الفيديو اللي فات، اللي هي الحلبة يا بنات، ممنوعة طبعا، من الحاجات الممنوعة. أنا نسيت أتكلم فيها بس نوهت عليها كتابة كده والله. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هنتكلم عن الحاجات اللي المفروض تاخديها في الشنطة بتاعتك وانت رايحة لعملية الحقن المجهري. طبعا كلنا عارفين، انا بتكلم مع البنات اللي لسه هتعمل العملية لأول مرة. عملية نقل الأجنة عبارة عن عمليتين، عملية كبيرة شوية وعملية صغيرة. العملية الأولانية اللي هي نقل سحب البويضات. أول عملية بتبقى سحب البويضات، دي بيدوكي فيها بنج كلي وبتبقي متخدرة، بينزل عليكي دم بسيط، بتحسي بمغص بسيط. بعدها ب4 أيام أو 3 أيام أو 5 أيام، كل واحدة على حسب حالتها، بيتصلوا بيكي وبيقولوا لك إن بكرة في نقل الأجنة. تمام، يعني هم عمليتين. اول عمليه سحب البويضات، دي بتبقى شديده شويه، ده اللي هتكلم فيه دلوقتي واقول لك ايه اللي هتاخديه معاكي. والحاجات اللي هي هتاخديها معاكي بعد 4 ايام في عمليه نقل الاجنه هتكلم عليها بعديها. اول حاجه بتاخديها في الشنطه بتاعتك وانت رايحه لسحب البويضات، طبعا العمليه دي بتبقى ببنج يا بنات، وبينزل عليكي حاجات بسيطه كده من الدم. اول حاجه بتاخديها في العمليتين، مش عمليه واحده، في العمليتين لازم تاخدي الميه. لازم تكوني داخله العمليات وانت شاربه على الاقل لتر او لترين ميه. لازم تكون المثانه بتاعتك مليانه. لازم تكوني حاسه ان انت عايزه تخشي الحمام عشان الدكتور يقدر يعمل لك العمليه. هيفضلوا رايحين جايين عليكي، شربتي، حاسه ان انت عايزه تخشي الحمام، اول ما تقول لهم اه انا حاسه ان انا عايزه اخش الحمام، يقول لك خلاص اتفضلي دورك في العمليات. تمام، فلازم تشربي كميه ميه رهيبه. ومش مشكله خالص ان انت تعملي بعد العمليه الحمام بتاعك على السرير، في المستشفيات دي مؤهله لكده والله. يعني عادي خالص، ما تقوميش من على السرير بعد العمليه. عادي قدرتي تقومي بالراحه خالص، خطوه خطوه، وتخشي الحمام وتخلصي حاجتك، تمام. ما قدرتيش مش مشكله، معظم البنات بتبقى مش قادره تمسك نفسها بعد العمليه على طول. اوعي تمسكي نفسك، ده غلط جدا. تاني حاجه بقى، بعد ما تفوقي ان شاء الله وتخشي اوضه الافاقه بتاعتك، بتشربي عصير. نصيحه مني، اوعي تقومي من على السرير بتاعك الا لما تفوقي كامل. يعني انا ما فقتش قوي وقمت، ولما قمت دخت وقعت على الارض، فاضطروا يحطوني في اوضه افاقه وحدي، مش فيها البنات يعني، علشان كان غلط عليهم. لاني اولا قمت بسرعه، ما شربتش عصير وانا على السرير. فنصيحه مني ليكي، اول ما تفوقي بعد عمليه سحب البويضات لازم تفضلي قاعده على السرير وتشربي حاجه، تشربي عصير. هما بيطلبوا من المرافق بتاعك او اللي موجود معاكي ان يديكي عصير ايا كان. العصير مش ممنوع، مفيش اي ممنوع في العصير في الفتره دي او في اليوم ده. بتشربي اي عصير، هما بيطلبوا من المرافق معاكي ان يديكي عصير وبيفتحوهولك وبيشربوهولك وانت على السرير عشان تقدري تقومي، عوضا عن التعب اللي انت شفتيه في العمليه. تاني حاجه انت بتحتاجيها المناديل. تمام، لازم يبقى معاكي مناديل. علشان طبعا اليوم ده انت بينزل عليكي دم كتير، بتبقي مش قادره. الحاجات دي طبعا بتاخديها معاكي وتحطيها في الدولاب بتاعك قبل العمليه. يعني انت بتاخدي الحاجات دي كلها وتحطيها في الدولاب اللي جنب اوضه الافاقه بتاعتك او في اوضه الافاقه بتاعتك عشان تستخدميها بعد ما تطلعي من العمليه وبعد ما تقومي من على السرير وبعد ما تفوقي. يعني مش تبقى تحت مع الناس اللي مستنياكي، لا، بتبقى معاكي انت وطالعه بيها انت وتحطيها في دولابك. لان قبل العمليه بتغيري وتحطي الحاجة دي كلها في الدولاب وبيلبسوكي اللي هو الحاجة بتاعة العمليات. الحاجة كمان من المهمة الفوطة اللي هي بتاعة الحمام، لما هتشطفي من الدم أو أيا كان اللي هينزل عليكي بعد نقل، بعد سحب البويضات، هتاخدي معاكي فوطة زي دي علشان تمسحي بيها من تحت. تمام، وبتاخدي معاكي كمان فوطة تانية علشان تغسلي بيها ايديكي، تغسلي بيها وشك، تنشفي بيها جسمك. ربنا يعزك، تنشفي بيها منطقة صدرك، لأن كل ده بيبقى حرق وتعبانة مكان ما انت نايمة. فلازم تاخدي فوطتين، فوطة للمنطقة الحساسة من تحت وفوطة تانية بتاخديها لوشك وإيدك. أهم حاجة بقى لازم تاخديها برضو ما تنسيهاش، اللي هي الفوطة الصحية بتاعتنا، عشان انت بعد العملية بينزل عليكي نقط دم. في بنات بينزل عليها دم كتير كأنها دورة، هو بس لمجرد يوم، يعني يوم العملية تاني يوم مفيش أي حاجة. فلازم يا بنات ما تنسيش الحاجات دي، دي حاجات مهمة جدا. والله انا بتكلم في المهم، يعني ما تقوليش حاجات يا تحط حاجات اوفر، لا والله. الحاجات دي فعلا انا خدتها معايا ونفعتني، وكنت بدي بنات كمان زي صابونه او زي الفوط الصحيه. كنت بدي البنات، وهو الدكتور كمان هيكتب لك على مسكن. لو ما كتبتلكيش على مسكن لازم تساليه، لان بعد العمليه هتحس بمغص شديد شويه.
تمام. فوطة كمان هتاخديها معاكِ علشان لو أنتِ عايزة تستحمي أو تاخدي shower أو كده، بس خفيف يعني مش هتطوّلي. وأساسي، أساسي لازم تاخدي معاكِ شبشب عشان تخشي بيه الحمام، لإن المستشفى مش هيحطّوا لِك شبشب. في بنات كتيرة بتخش بالكوتشي ربنا يعزكم وكده، فبتتبهدل فما بتعرفش تروّح بيه. فخدي معاكِ برضه شبشب يبقى من الحاجات اللي موجودة معاكِ، وكل ده هتلميه في الشنطة وأنتِ مروّحة. وأساسي برضه من ضمن الحاجات الأساسية اللي لازم تاخديها صابونة، عشان تغسلي إيدِك مكان الدم، مكان ما عملتِ حمام، مكان ما هتتشطفي، فلازم تغسلي إيدِك بصابونة. تمام. دي الحاجات الأساسية اللي لازم تاخديها في الشنطة وأنتِ رايحة لعملية سحب البويضات. عادي جدًا تاخديها وتشيليها، بس لو قدرتِ تشيلي لإن أنتِ هتبقي تعبانة، وزي ما قُلت لِك ونبهتِك اوعي تقومي من على السرير إلا وأنتِ في كامل صحتِك أو حاسة إن أنتِ قادرة تُقفي على الأرض. ما تفوقيش على طول وتقومي من على السرير، هُم يطلبوا منِّك تقومي عشان يدخّلوا غيرِك، لأ، استني على السرير وغيّري وأنتِ على السرير، واشربي عصيرِك وأنتِ على السرير، وسرّحي كمان هتاخدي معاكِ فُرشة وسرّحي وأنتِ على السرير بتاعِك. وبعد كده تخشي الحمام بالراحة جدًا، تتشطفي وتغيّري وتلمّي حاجتِك وتقعدي تستني في أوضة الانتظار لغاية ما تتكلي على الله وتروّحي. تمام. دي الحاجات المطلوبة منِّك تاخديها في عملية سحب البويضات. أمّا بقى في نقل الأجنة، العملية اللي بعد 3 أو 4 أيام هيطلبوها منِّك، أنتِ مش هتاخدي حاجات كتيرة أصلًا، لإن أنتِ إن شاء الله هتعملي العملية ومش هتتحركي. يعني أنتِ هتعملي العملية وتفضلي نايمة على السرير، ومش هتتحركي. أنا الحاجات اللي هاقولها دي يعني المَيّة دي أساسي، المَيّة دي أساسي هتاخديها معاكِ لازم برضه. في نقل الأجنة أو سحب البويضات لازم تاخدي مَيّة برضه عشان المثانة تبقى مليانة. الحاجات اللي بعد كده هتاخدها البنات اللي بيباتوا، اللي بيقعدوا بيات أو جايين من سفر أو جايين من بلد تانية ومقيمين حوالين المستشفى. تمام. بيضطروا يباتوا في المستشفى يوم أو يومين. أنا بِت يوم، فخدت معايا الحاجات دي. أنا باقول لكم على الحاجات اللي أنا عملتها وشُفتها قدّامي، وفي حاجات أنا ما خدتهاش معايا وحسيت إن هي كانت ناقصاني، فباقول لكم عليها في الفيديو. المَيّة أولًا وأخيرًا، هتاخدي معاكِ برضه فوطة عشان لمّا هتقومي بالراحة خالص وعلى مهلِك، هتضطري تغسلي وشِّك لو أنتِ بايتة، هتضطري تغسلي إيدِك بالراحة. إحنا ما بنجيش تحت المنطقة اللي تحت خالص، بتكوني لابسة هدومِك ما فيش أي حاجة. أو لو هتلبسي مثلًا، هتلبسي بالراحة خالص من بنطلون مثلًا أو حاجة. هتاخدي معاكِ مناديل عادية اللي هي السحب دي، علشان لو أنتِ مثلًا كلتِ حاجة حبيتِ تمسحي إيدِك، لإن أنتِ هتاكلي، طالما بيتِ في المستشفى يبقى لازم تاكلي. تمام. بيسمحوا لِك بإيه بقى في الأكل، بيسمحوا لِك بحاجات خفيفة جدًا، يعني ما تكتريش عليها. وكمان لازم تاخدي من الحاجات المهمة جدًا والأساسية وأنتِ مروّحة، لازم تاخدي مخدة فايبر. أنا دي المخدة اللي صورتها لكم في بيتي. دي المخدة، بُصّي هي فايبر، عبارة عن فايبر يعني مضغوط جدًا، مخدة صغيرة جدًا، عملت لكم فيديو برضه عشان تشوفوه. المخدة دي لازم تحطيها وأنتِ مروّحة بقى، وأنتِ مروّحة أو لو أنتِ في المستشفى. تمام. وهتباتي بتحطيها أسفل المقعدة بتاعتِك في آخر الفقرات القطنية، في آخر العمود الفقري بتاعِك وأول المقعدة عندِك، عشان يرفع نفسِك شوية. ده لو أنتِ هتباتي ونايمة على ضهرِك. الكلام ده للبنات اللي هيباتوا. وكمان بتحطيها تحت منِّك وأنتِ في المواصلات، في العربية وأنتِ مروّحة. الحاجة بقى اللي المفروض تاكليها بعد العملية بشوية، بتاكلي زبادي، حاجات خفيفة وأنتِ هتباتي طبعًا، فهتجوعي. هتاخدي زبادي مثلًا معاكِ، هتاخدي حتة جبنة نستو، هتاخدي رغيف بلدي مثلًا، تعملي ساندوتش كده، الحاجات الخفيفة جدًا اللي ما تعملكيش إمساك وما تخليكيش تخشي الحمام اليوم ده. تمام. الحاجات دي كلها خفيفة. وأنتِ لو حبيتِ عايزة تعملي حمام، بتنادي على أي ممرضة ربنا يكرمها يا رب ويبارك فيهم، حبايب قلبي اللي في المستشفيات دي، ما بيتأخروش عليكِ، بيجيبوا لِك الحاجة لغاية عندِك وبترفعي نفسِك وبتعملي حمام وأنتِ على سريرِك. ما بتقوميش، اليوم ده ما بيتقامش فيه. يعني اليوم ده بتفضلي على سريرِك لغاية الصبح. أنا عملت كده وبنات كتير عملت كده. بتاخدي معاكِ شوية عصير تحطيها في الدرج جنبِك، حبيتِ تشربي بتشربي، حبيتِ مثلًا تدّي لحد جنبِك بتدّي له، من البنات اللي هم، مع إن أنا البنات اللي كانوا جنبي قافلين على نفسهم الستاير، ما حسيتش بيهم ولا سمعتهم أصلًا لا كلوا ولا شربوا. كانوا نايمين على ضهرهم لغاية تاني يوم الصبح وما جابوش حاجة معاهم. فأنا باقول لِك براحتك، عايزة تاخدي الحاجات دي معاكِ لو هتباتي خديها معاكِ، مش حابة إن أنتِ تاخديها براحتك. وزي ما قُلنا برضه حاجات خفيفة، ما تاخديش حاجات تقيلة، جبنة نستو، عصاير، زبادي، معلقة. أنا نسيت أقول لِك على المعلقة. البنات اللي بتحب تاكل مثلًا بسكر ممكن تجيب معاها حبة سكر كده على الزبادي، بس ما نكترش في الأكل علشان ما نخشش الحمام. ونصيحة مني ليكِ إن أنتِ بعد ما تخلصي تنامي.
تمام، ما تتحركيش، حبيتِ تخشي الحمام بتنادي على الممرضة، هي بتيجي لِك لغاية عندِك بتجيب لِك الحاجة المخصصة للحمام لغاية عندِك على السرير، وبتعملي في السرير وأنتِ على السرير. المستشفيات اللي كده معروفة وعارفين إن لازم وأساسي تعملي وأنتِ على السرير، ما تقوميش. البنات اللي كانوا جنبي ربنا يعزكم، واحدة فيهم أنا ما سمعتش صوتها والله العظيم، وواحدة تانية كانت رايحة جاية على الحمام وبتطفي نوره وقايمة مش فارق معاها. طبعًا أنا بعد العملية اتصلت عليها، ربنا ما أكرمهاش، ربنا يا رب يرزقها ويديها يا رب اللهم آمين، هي وكل مشتاق. طبعًا بتاخدي معاكِ صابونة علشان بعد ما أكلتِ وبعد ما نمتِ وبعد الحوارات دي كلها، تغسلي إيديكِ بالراحة، وبعدين بتلبسي بالراحة جدًا وأنتِ قاعدة على سريرِك، ما فيش حركة جامدة، ما فيش توطية جامدة. ربنا يكرمكم يا رب ويرزقكم بالذرية الطيبة. أنا قُلت كل حاجة تاخديها معاكِ في النقل وفي سحب البويضات. ربنا إن شاء الله يرزقكم الذرية الطيبة حبايبي، ويقر عينكم يا رب بمولود جميل معافى سليم صحيح إن شاء الله، يا رب اللهم آمين. استنى الفيديو الجاي برضه معلومات مهمة، ما تنسونيش بدعوة بظهر الغيب. استودعكم الله، سلام عليكم.